عاوز كلمات وافعال بالانجليزي اتكلم بيها عن شغلي، عن وظيفتي، عن ايه اللي بيحصل لي بالظبط دلوقتي في الشغل والكارير وكل الحاجات دي، تابع معايا الفيديو النهارده. الفيديو ده علشانك. هقول لكم ان شاء الله اكتر من 10 افعال هتقدروا تستخدموهم علشان تتكلموا بالانجليزي وبشكل بيرفكت 100% عن شغلكم وعن الكارير والوظيفه وكل الحاجات دي. اهلا بيكم في انجلش فلوج جديد مع دعاء، ولو لسه ما اشتركتش معايا في القناه اشترك دلوقتي حالا معايا في القناه وفعل الجرس علشان يجيلك كل فيديوهاتي الجديده. بقدم لكم دروس انجليزي لكل يوم. تعالوا بينا نبدا. وفي البداية خليني أقول لكم تريك بسيطة جدا هنعملها النهاردة مع بعض في الحلقة، هتحفظكم كل الكلمات اللي أنا هقولها لكم وهشرحها لكم. إيه هي بقى التريكية؟ التريكية إنه الحقيقة إن الكلمات اللي أنتوا تقدروا تستخدموها علشان تتكلموا عن الشغل بتاعكم يعتبروا كلهم تقريبا شبه بعض، فبالتالي هيكون أسهل علينا إن شاء الله إن إحنا نحفظهم. زي إيه مثلا؟ أول حاجة مثلا لما أقول hire يعني تتوظف. طبعا خليكم معايا عشان هقول لكم امثله وشرح اكتر لكل الكلمات والافعال دي، بس زي ما قلت لكم في الاول hire اللي هي تتوظف، عكسها fire اللي هو يترفد، يبقى fire. قولوا ورايا وقولوا معايا fire. طيب اللي زيهم كمان وبرضو ليها علاقه بالشغل وهي retire معناها يتقاعد من العمل، ممكن علشان السن او اي اسباب اخرى، بس خلاص انت كبرت فبالتالي هتقعد خلاص من الشغل. فاحفظوا وقولوا معايا كده hire fire retire. تمام. برضو عندنا كمان promote معناها يترقى في الوظيفة، تعلى وتبقى مثلا مدير أو تاخد منصب أكبر، فبنقول promote. وعكسها demote معناها ان انت تنزل في السلم الوظيفي، ممكن بسبب مشكلة او اي حاجة تانية، فبنقول وقولوا معايا promote demote. عندنا كمان paid معناها ان انت تاخد الراتب بتاعك، فبنقول paid. ومعانا كمان laid معناها ان الشركة تستغنى عنك وتمشيك، فقولوا معايا كده paid laid. شفتوا الكلمات كلها شبه بعض. تعالوا بقى وتابعوا معايا كده وناخد امثله اكتر وشرح اكتر باذن الله لكل اللي انا قلته. اول حاجه خالص hire معناها ان انت تتوظف. خلي بالكم من نقطه مهمه ليها علاقه بالجرامر، ان احنا لما بنيجي نقول hire بنقول قبلها verb to be اللي هو am is are او was were في الماضي وهكذا. فهنقول مثلا I was hired by Vodafone UK. يبقى I was hired by Vodafone UK معناها ان انا تم توظيفي. احنا ليه بنقولها قبلها verb to be؟ لان دي حاجة اسمها passive مبني للمجهول، انت بيتم توظيفك مش انت اللي بتتوظف، اوكي؟ او مش انت اللي بتوظف، اوكي؟ طبعا ان شاء الله هعمل لكم برضو حلقة تانية ليها علاقة بالباسيف وكل الكلام ده، بس احفظوها كده معايا انها بيكون قبلها verb to be. I was hired يعني انا تم توظيفي بشركة فودافون يو كي. لو انت بقى المانجر وانت المدير اللي بتهاير يبقى انت على طول هتقول hire من غير verb to be قبلها. شفتوا الفرق؟ لان ده كده هيبقى اكتف. فهنقول مثلا انا مثلا مديرة فهقول I hired أحمد، يبقى أنا وظفت أحمد. تمام؟ ادوني examples دلوقتي حالا في الكومنتس. تاني حاجة earn احنا كلنا بنشتغل عشان earn، يبقى earn علشان to make money، ان احنا ناخد فلوس او نعمل فلوس او نقبض يعني. وطبعا هنا هقول لكم كلمة salary اللي هي القبض نفسه. فمثلا ممكن نقول أحمد earns يعني بيكسب، أحمد بيكسب 1000 a month يعني بيقبض 1000 جنيه بقى دولار، الله يكون في عونه يعني في الشهر.
تمام؟ فبنقول أحمد earns 1000 a month أو I don't earn a lot of money. I don't earn a lot يعني ايه I don't earn a lot؟ يبقى انا مش بقبض فلوس كتيرة. اكتبوا لي دلوقتي حالا الامثلة بتاعتكم يلا في الكومنتس، وما تنساش دايما تكون بتسجل ورايا الحاجات بالورقة والقلم. تالت حاجة paid. paid is to make money يعني برضو ان انت تقبض، تمام؟ فبنقول لما بنيجي نقول paid بنقول قبلها get، يعني بنقول get paid. قولوا ورايا ومعايا كده واكتبوها get paid. يبقى I get paid every week معناها ان انا بقبض كل اسبوع. يبقى I get paid every week. تمام؟ يبقى كده انت بتقول ان انت بتقبض او I get paid 1000 a month زي ما قلنا في المثال اللي فات مثلا. رابع حاجة promote يعني تترقى او تعلى في السلم الوظيفي. to get higher position بتاخد position اعلى. ومع promote كمان افتكروا معايا بنقول get promoted. يعني ايه بقى؟ احنا ليه بنقولها قبلها verb؟ زي ما قلت لكم دي اسمها مبني للمجهول passive. تمام؟ فهنقول في كمثال مثلا I got promoted after working for 2 years. I got promoted after working for 2 years. يبقى أنا اترقيت بعد ما اشتغلت لمدة سنتين، فخلاص اترقيت. I got promoted. أو الشركة بقى هي اللي هترقي الموظف مثلا، فهنقول the company promoted علي على طول من غير get، لأن كده هتبقى active، هتبقى على طول direct. هنقول the company promoted علي. the company promoted علي يبقى الشركة رقت علي. سهلة بسيطة جدا. رقم 5 وعكس promote هو demote يعني تنزل في السلم الوظيفي. ممكن يكون بسبب مشكلة، ممكن يكون حد حطك يعني في دماغه فيو get demoted. برضو demote زي promote بنقول قبلها get. فنقول مثلا he made a problem يعني هو عمل مشكلة and got demoted وتم يعني ايه ان هو تم تنزيله في السلم الوظيفي. فهي made a problem لانه عمل مشكلة he got demoted. او على طول زي ما قلت لكم the company اللي هي الشركة demoted علي. يبقى الشركة او ممكن نقول كمان المانجر، لانه المانجر هو كمان بيقلل في السلم الوظيفي، فنقول the manager demoted علي. يبقى المدير عمل demotion اللي هي الناون بتاعتها يعني، او قلل علي في السلم الوظيفي في الشركة. demote. رقم 6 معانا هي fire او to be fired يعني ايه؟ يعني تترفد يبقى معناها ان انت عملت مشكلة او عملت خطأ. مثلا خلينا نقول they stole هو الماضي بتاع steal اللي هو يسرق، فبنقول they stole the company and were fired يعني تم رفضهم، لان هم سرقوا الشركة فتم رفضهم. فبنقول they stole the company and were fired يبقى verb to be اهي برضو، لان دي passive مبني للمجهول. وقلنا were fired يعني تم رفضهم. او ممكن نقول the company fired أحمد مثلا because he made a big mistake. يبقى the company fired أحمد because he made a big mistake. عمل خطأ كبير فبالتالي الشركة رفضته. وصلنا مع بعض الرقم 7 وهي to be laid off. verb to be laid off يعني برضو الشركة تستغنى عنك، ولكن الفرق هنا ان انت ما عملتش حاجة غلط. ممكن تكون بقى الشركة بتفلس، ممكن تكون ظروف مالية، ممكن يكونوا بيمشوا موظفين كتير وهكذا. فممكن نقول مثلا she was laid off برضو قبلها verb to be. she was laid off after COVID-19 اللي هو الكورونا.
فقلنا she was laid off يعني هي تم الاستغناء عنها after COVID-19 بعد الكورونا، لأن الكورونا مثلا عملت ظروف مالية كتير سيئة، فبالتالي she was laid off فتم الاستغناء عنها. أو the company laid off على طول هي من غير verb to be، لأن الكومباني الشركة هي اللي بتمشي الناس، فبنقول the company laid off 100 employees. The company laid off 100 employees. Employees طبعا اللي هم الموظفين، فبالتالي الشركة مشت 100 موظف. وصلنا الرقم 8 و9 وهم quit أو resign. الاتنين معناهم ان انت تمشي وتسيب الشغل. اوكي، quit بتبقى شوية informal، يعني مثلا انا بقول لاصحابي I quitted my job ده لما اكون بقول لاصحابي انا سبت الشغل. تمام. resign formal اكتر، فهتقولها في الشركة يعني I resigned from my job، او طبعا قدمت الاستقالة يبقى انت you resigned from your job، يبقى انت قدمت استقالتك، والاستقالة نفسها اسمها resignation اللي هي الاستقالة نفسها. تمام. فقلنا quit وقلنا resign. وصلنا لآخر حاجة خالص رقم 10 retire معناها ان انت تسيب الشغل بتاعك بسبب السن، مثلا ان انت كبرت في السن، وطبعا ده بيختلف على حسب كل دولة. في بلاد بيكون سن التقاعد بتاعهم هو 60 وفي 65 وفي كمان بلاد بيكونوا 70. فهنقول retire. واحيانا في موظفين بيعملوا حاجة اسمها early retirement اللي هو ايه؟ اللي هم بيتقاعدوا وبيطلعوا على المعاش بدري، ممكن يكون سنه 45 سنة او 50 وبس قرر ان هو خلاص انا مش عايز اكمل شغل كده وشكرا هريتاير، فعمل early retirement يعني تقاعد مبكر. فممكن اقول لكم كمثال مثلا my father retired at 65 يعني والدي تقاعد من العمل في سن 65. وبكده نكون قلنا 10 افعال مختلفة تقدروا تستخدموها عشان تتكلموا عن شغلكم بالانجليزي. طبعا مستنية الامثلة بتاعتكم وتطبيقاتكم تحت في التعليقات. لازم دايما تكون زي ما بقولك active learner، يعني دايما تكون بتشارك وبتتعلم بشكل اكتف وفعال. فاكتب الامثله بتاعتك دلوقتي حالا في الكومنتس. وطبعا لو عجبكم الفيديو اتمنى من كل قلبي يا رب يكون عجبكم، اعمل لي لايك بليز دلوقتي حالا للفيديو. ولو لسه ما اشتركتش كمان معايا في قناتي انجلش فلوج اشترك دلوقتي حالا وفعل الجرس، وان شاء الله دي هتكون سلسله من فيديوهات كتيره بنتكلم فيها بالانجليزي عن شغلنا. فتابعوني وخليكم دايما معايا، وان شاء الله باذن الله هشوفكم على كل خير الفيديو الجاي. باي باي.